وصفتنا النهاردة هي اللي وصى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري ومسلم إن التلبينة مجمة لفؤاد المريض ومذهبة لبعض الحزن. وسبحان الله فعلا لو انت متوتر أو انت متوترة وفي حاجة كده ضغط عليكم، ولما تاكلوها سبحان الله بتحس بالفرق. عشان نعملها أول حاجة هنجيب كوباية من الحليب وكوباية من المية، هنضيف عليهم 3 معالق كبار من دقيق الشعير، وهنبتدي بقى كده نقلبهم على البارد قبل ما نرفعهم على النار لحد ما نتأكد ان الدقيق اختفى تماما. وبعد كده بقى نبتدي نرفعهم على النار مع التقليب كده المستمر بالراحة عشان ما تكتلش. اول ما هتبتدي تغلي كده بيكون قوامها تقيل كده شبه البشاميل. وما ينفعش بقى نبقى بنعمل وصفة ووصى بيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذكرنا اسمه كذا مرة ولسه ما صلتوش على سيدنا محمد، فزيدوا من الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد ما هنرفعها بقى من على النار هنبتدي بقى نضيف عليها معلقتين كبار من العسل ونقلبهم فيها لحد ما يدوبوا فيها خالص. وبعد كده بقى نقدمها في الأطباق. ممكن كمان نزينها بحبة البركة وعين الجمل، لأن حبة البركة برضو من الأحاديث اللي وردت في البخاري ومسلم إن الرسول عليه الصلاة والسلام إنها تذهب كل الداء إلا الموت أو السام، في اختلاف الروايات يعني. وعايزة أقول لكم بقى لو عجبتكم الوصفة ووصلتوا معايا لحد هنا، ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في التعليقات، وما تنسوش اللايك والمتابعة.